السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة على القناة ودوسوا لايك واكتبوا لي تعليق حلو كده. اما جوزك يكلمني عليك يقول لك انا قدامي ساعة وابقى امي جاية تتغدى معايا، قدامه ساعة امه جاية تتغدى معاه، فاكرني طبعا بقى مش هعرف اتصرف، بس على مين؟ طبعا حماتي بقى هتستناني على غلطة. طلعنا بقى لحمة بسرعة كده من التلاجة نشوحها نسلقها، مش هخليهم يعلموا عليا متخافوش. هي عارفة إن هي جاية من امبارح، بس هي يعني قالت له قبلها بسنة اختك تشوف بقى عاملة حسابي في أكل ولا ما عنديش ولا هعمل ولا إيه، عشان تروح تقول لعيالها بقى. حطينا في ثانية كده اللحمة على النار، شوحناها على السريع وزودناها المية بتاعتها وسيبناها تكمل سوا. كان عندي كيلو رز بسمتي طلعته كمان أعمله، ما أنا مش هخليها تعلم عليا، لازم أنا اللي أعلم عليها. تروح بقى تقول لعيالها بقى الحرابيق ويتلموا ونقعد نعمل موال، لا على مين؟ لازم أنا أخليها تشم ريحة الأكل من تحت قبل ما تطلع لي فوق. قبل ما يرنوا الجرس كان الأكل محطوط على الصينية. يا سلام يا سلام على الرز والجمال، حموات آخر زمن. هترني قبلها بحبة، قبلها بيوم أنا جاي عندكم بكرة، لا قبلها بساعة أنا جاي. تعالوا تعالوا شوفوا الجمال، تعالوا شفتوا السفر ده فين قبل كده، وتومية ولحمة دخلت اتصدمت ما نطقتش بقت القعدة. مش هتلاقي حاجة تخسر هتقولها لعيال، هتقول لهم ايه بقى دلوقتي؟ يلا، طول عمري ما بدهمش فرصة. تقول لي هو الأكل ده انت عاملاه من امبارح؟ ده لسه عاملاه دلوقتي حالا، انك مكلمني وانا نايمة اصلا. تعالوا يلا اتغدوا معايا. هقولك تعملي ايه لما تبقى حماتك عايزة اتعلم عليكي، متديهاش فرصة، احنا اجدع برضه. يلا بالهنا والشفا على قلب اللي كان.